في عام 1928 أصدر ألفونش منغانا إحدى كتبه المهمة اللي عن المخطوطات السريانية. شنو المخطوطات السريانية ومن هذه ألفونش منغانا وليش جمع هذه المخطوطات وشنو أهميتها حق تاريخنا؟ طبعا المخطوطات السريانية هي المخطوطات اللي كتبها المسيحيين الموجودين في المنطقة العربية، سواء في الخليج أو منطقة الشام وما حواليها. وطبعا أغلبهم كان على الديانة أو المدرسة النسطورية التابعة للديانة المسيحية. وطبعا هذا المعتقد الآن اختفى إلا في مناطق قليلة، يعني في تسريبات منها مثل ما يقولون. فكان النسطوريين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية، وكانوا يأرخون حق هذه الدولة الإسلامية ونشأة هذه الدولة الإسلامية. فكانت هذه المخطوطات السريانية مهملة حتى عام 1928 لما استطاع الراهب ألفونش منغانا وبتمويل من صاحب مصانع كادبري للشوكولاتة مثل ما يقولون أنه يحوز على المخطوطات السريانية ويبحث عنها وينقب عنها ويطلعها ويشتري بعضها من سوق البسطة مثل ما يقولون، وجمع هذا الكتاب وأصدر هذا الكتاب المهم. من الأشياء اللي اكتشفناها في المصادر السريانية كمثال أن في راهب يدعى يوحنا أبو السدرات، وهذه كان في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. حصلت مناظرة بين قائد الجيش أو قائد أحد الكتائب مع يوحنا أبو السدرات اللي هو طبعا مسيحي نسطوري عربي، وهذه المناظرة انتهت باتفاقية بين قائد الجيش وبين هذا الراهب النسطوري، حيث أن قائد الجيش طلب من هذا الراهب بترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية. وهذا يدل على شيء، يدل على يعني الحركة الثقافية اللي كانت موجودة حتى في ذيك الفترة، لأن البعض كان يعتقد أن الحركة الثقافية كانت في أواخر العصر الأموي أو في العصر العباسي. لا، حركة الترجمة هذه عندنا نص سرياني يثبت أن هذه الحركة كانت موجودة حتى من عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. أيضا من النصوص السريانية اللي ذكرها ألفونش منغانا هي مناظرة بين الخليفة العباسي محمد المهدي والد هارون الرشيد مع أحد الرهبان، وتمت هذه المناظرة لمدة 3 أيام. بل من العجيب في الأمر أن هذه المناظرة كان هذا الراهب يتمنى النصر والتأييد والدعاء إلى هارون الرشيد اللي كان يغزو فيما يسمى بالمصائف. المصائف هي طبعا فترة الصيف، كان الجيش الإسلامي يغزو الإمبراطورية البيزنطية حتى يحافظ على إضعافها ويحافظ على الثغور مثل ما يقولون. فتخيلوا هذا الراهب كان يتمنى النصر للمسلمين في هذه المعارك، وكان ينادي محمد المهدي اللي هو الخليفة العباسي كان يناديه بالخليفة وخليفتنا وقائدنا. فهذه يدلك على حب هؤلاء لوطنهم، وهذا شيء مهم أن يكون في تسامح ويكون في حب للوطن. وهذه الرسالة موجودة حتى في أهل البحرين منذ الأزل إلى الآن.